السلام عليكم. فيديو صادم نزل امبارح لشاب في القليوبية، يقال ان هو كان راح يتقدم لبنت، فزي ما تقول اهلها رفضوا يعني ان هم يوافقوا على الجوازة. فالبنت تقريبا اتمسكت بيه وكده، فمكان من الاهل البنت دي ان هم جابوا بلطجية، وزي ما انتم شايفين كده في الفيديو، ويعني طلعوه مسرح، وعفوا يعني لبسوه بدلة رقص، وقفوه يلف كده على الكرسي زي ما انتم شايفين. وبعد كده مدوا ايدهم عليه، وايه طبعا بعد ما كسروا رجولته وبهدلوه اهنه، ضربوه كمان على قفاه ومش عارفه ايه وبهدلوه. طبعا الدنيا مقلوبه على الموضوع ده وازاي يحصل والكلام ده. بس يا جماعه ده نتيجه حقيقيه يعني، او دي نتيجه حتميه لجيل محمد رمضان وجيل التمثيل بتاع العوضي والبلطجيه اللي دايما بيكسبوا، والبلطجيه الخيرين. ويمكن حصل زي ما انت شفتوا يعني رفاعة الدسوقي كده لما عمل موضوع زي ده، محمد يا نمر ولبسه بدلة رأس، او مع التاني اللي كان شغال في الموبايلات، نفس القصة. فهي دي النتيجة الحتمية اللي بنشوفه في السوشيال وبنشوفه في التلفزيون، والممثلين بيطلعوا طفحهم علينا ويقول لك اصل هو ده المجتمع المصري، واصل هو ده المصريين. احنا عمرنا ما شفنا المناظر دي، وعمرنا ما حصلت القذورات اللي احنا بنشوفها دي. لكن انت تشوف ناس بتعتدي على شاب لمجرد ان هو رايح ايه يخطب واحدة او يتجوزها بحلال ربنا. طيب الفساويات بقى يسكتوا في الموضوع ده؟ لا طبعا، دخلوا بقى في دور المظلوميات. واحنا زعلانين اهو على شاب مظلوم ومش عارفه ايه، رغم ان الشباب او الرجاله ما بيعملوش كده. ووصل بيقولوا يعني ما شفناش وما عملناش. لازم يحطوا مظلوميتهم في جمله مفيده، ماشي. لازم يطلعوا مبرر قلعهم في جمله مفيده. زي برضو كده ما منتشر ايه، يعني فيديو الست منتقبه، المفروض يعني هي منتقبه، انا قلنا هي لابسه غطا وش، ماشي، وراكبه الميكروباص، وواحد مد ايده على جسمها وصورها فيديو، ماشي، بينزلوا طبعا بقى ان كان على تويتر ان كان على التليجرام، ويجيبوا بيه فلوس. طبعا الناس ماسكه ايه ده شاب غير محترم ومش عارف ايه، وده طبعا اساسي. ولكن انتوا ما شفتوش الناحيه التانية، ما شفتوش ان هي اللي قابله الوضع، هي اللي مبسوطه بالوضع، ماشي. ومحدش يقول لي اصل هي مش قادره تتكلم، اصل هي مش قادره تدافع عن نفسها. هي قادرة تعمل 100 حاجة غير ممكن ما تتكلمش فيها. قادرة تتنقل من مكان الكرسي اللي هي فيه، قادرة تنزل من ميكروباص خالص، ماشي. قادرة تقول لحد جنبها مثلا ايه، يعني بصوت واطي انا بيتم مثلا الاعتداء عليا مثلا. واعتقد ان اللي جنبها لما هيشوف الوضع ده، الشاب ده هيطلع يعني اقول ايه، مش عايز اشتم بس من الفيديو، ولكن هيتبهدل، هيتهان، هيتجاب لها حقها تالت ومتلت. لكن هي ما معلش، مفيش حد يبقى قاعد بالثبات ده وبالراحة دي إلا إذا كان هو راضي بالفعل، مبسوط بالفعل، سواء راجل أو ست. ما في رجالة برضو بيتم الاعتداء عليهم، في رجالة بيتم انتهاكهم، في رجالة بيحصل معاهم حاجات زي كده. اوعوا تكونوا فاكرين يعني احنا ان احنا عشان الرجالة ما بيحصلش معانا كده، لا بيحصل، ماشي. فيعني ما ايه بلاش شغل المظلومية، وبلاش يعني ايه تبرروا الغلط بان ده ضعف. لا مش ضعف، ماشي، مش ضعف. انت ضعيفة جنبك ناس تقويكي، انت ضعيفة خايفة تزعقي او تتخانقي او تتهاني تقدري تتنقلي، ماشي. انت ضعيفة تقدري تسيبي الغدر المكان تماما، مش قاعدة طول الطريق وهو عفوا عمال يفعص، وبعد كده جاي لنا تقولوا لنا اصل هي خايفة، اصل هي مظلومة. بس انتوا ايه بقى بتوصلوا لفكرتكم ايه؟ ان مهما كانت حتى لو محجبة او لابسة نقاب اهي تم الاعتداء عليها، فاحنا نقلع براحتنا. لا، هو ده بقى السم بتاعكم اللي انتوا عايزين ترموه، ان انتوا عايزين تقلعوا براحتكم. لا، اقلعي براحتك في بيتك، اقلعي براحتك في حفلة، في نايت كلاب، اقلعي براحتك ما لناش دعوة، ماشي. لكن ما تفرضيش علينا قلعك وتقول لنا ايه انا ربنا امركم انتوا بغض البصر. اكيد، بس في نفس السورة ربنا برضو قال ايه؟ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، ماشي.
والآية مش لازم اشرح، عايزين اشرحها لكم اشرحها لكم بسيطة جدا. ماشي، يعني برضو بطلوا بس، وده معناه ان في ستات بتبص اهو. ماشي، احفظوا جسمكم، احفظوا جسمكم بقى باللبس، بالستر، بالحياء، اي حاجة. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. اهل العلم قال الوجه والكفين. ماشي، ده بالنسبة للست، مش هنقول النقاب. ماشي، فربنا امركم بالستر، ربنا قال لكم انتوا كمان تستروا. ماشي، ما هو على ايام النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الحادث كانوا ماعز والغامدية، ودول عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ضعف النفوس كان موجود حتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل اللي اصاب من المرأة قبلة كان عايش ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي برضه قبلت بالقبلة وبعد كده صحصحت. هل ده معناه ايه؟ ده معناه ان دي نفس بشرية. ماشي، كلنا بنغلط، كلنا اصحاب ذنوب. ماشي، سيدنا يوسف امرأة العزيز لما كانت بتراوده عن نفسه، اكيد ما راودتوش عن نفسه وهي لابسه حجاب، اكيد لبست لبس فضفاض، لبس شفاف، وبعد كده قالت له تعالى بقى يلا انا عايزاك. ماشي، سيدنا يوسف نفسه لما لقى نفسه هيقع، والآية بتقول كده، ما اصل احنا مش بنألف. ماشي، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يا رب انا عايز اخش السجن عشان ما اضعفش واقع معاهم في المحظور يا رب. ماشي، اللي انا عايز اقوله، بلاش شغل المظلومية، بلاش شغل التبرير للعري. لا يعني انت عايز تعري اتعري، بس يعني راعي الناس، راعي برضو ان الناس، يعني في ناس ضعاف نفوس، في ناس ما بتحبش المناظر دي، في ناس يا ست عندها دين، في ناس عندها اخلاق، فراعي كل ده. ماشي، عشان حتى لما يحصل والله ما يطلع لكيش واحد يقول لك والله ما انت بتعملي وانت بتسوي. ده امر. الامر التاني، ما تحاولوش تخشوا في نظام المظلومية لإنسان راضي بالذنب وراضي بالمعصية. أخيرا ربنا يهدينا جميعا ويتوب علينا جميعا ويسترنا ويستر بناتنا وبنات المسلمين. أشوفكم على خير، سلام.